ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وكالعاده بنجهز عشان نازلين. قلت اجهز معاكم. المفروض ان انا رايحه بازار، والمفروض ان انا هصور لكم هناك. اشوف لو الحاجه كويسه وتستاهل ان انا اصورها انزلها على يوتيوب، هصور لكم وانزل لكم على يوتيوب. المفروض ان في حاجات بقى اسعارها حلوه رخيصه كده. عايزه اخليكم تستفادوا اكتر من ان انتوا تشوفوا لبس وخلاص. يعني لو لقيت الاسعار كويسه ولقيت اللبس شكله كويس هتلاقوني مصوره لكم بقى كل الكلام ده. خلوني اجهز معاكم. مش عارفه والله، يعني انا رايحه كده وهشوف كده الدنيا ايه. اعمل لبشرتي سكراب، حاسه ان هي ناشفه قوي قوي. يبقى نعمل مع بعض فيديو كده. لكم ان انا ده مش يعني مش حاطه الهاند فري مركباها انا رمياها كده، اللي هو كده، علشان بره في دوشه جامده قوي. فلو انا سجلت من الموبايل على طول هتلاقوا كده حاجات اصوات كده معانا في الموبايل. فانا قلت احط السماعه دي لحد ما اجيب مايك. انا عندي مايك بس صوته كده بيوش شويه كده. فانا برضو مش حابه ان انا لما اجيب مايك اجيب حاجه صوتها مش واضح او صوتها بيوش او هي يعني. انا بحاول ان انا افصل لكم عن الدنيا علشان نبقى صوتنا كده مع بعض ونحس ان احنا مع بعض سوا. فلما يكون صوته بيوش يعني مش حابه بصراحه. فانا قلت لحد ما اجيب مايك يكون كويس بحط الهاند فري كده. وانا شايفه ان صوتها حلو، فعشان كده مكسله اصلا ان انا ادور على مايك. يعني انا مش بدور. لو الهاند فري دي حصل لها حاجه هتلاقوني بجيب مايك بعد كده. اني احط الكونسيلر. مش عايزه احط ميك اب النهارده، ماليش مزاج. عيني رطبت وشي يعني. قلت افتراضا ان انا ممكن احط ميك اب، بس انا مش عايزه احط. عايزه احط كده كونسيلر وممكن روج وبس. يا جماعه انا بعشق الكونسيلر بتاع ان ده، بعشقه. انا جايباه من فتره وبقاله كتير قوي معايا. بس هو بصوا يعني هو فدي، بصوا فدي كده شويه. مش عارفه لو حد جابه من قريب يقول لي سعره بقى كام دلوقتي، لان انا كنت جايباه ما كانش غالي، فاكيد غالي. فلو غالي مش عارفه، هزعل قوي بجد. عشان هو حلو قوي قوي يعني. اكتر كونسيلر انا حبيته بصراحه. طري كده وبيدمج كده وعسول، عسول قوي. وفي نفس الوقت درجته حلوة معايا، يعني من اكتر الكونسيلرات اللي بحب احطه. ف يا رب ما يكونش غالي. اكتبولي يا جماعة لو حد بيجيبه. كده اللي باقي في الاسبونشة كده على باقي وشي، عشان ما يبقاش يعني كونسيلر كده لوحده في الوش. يعني اللي هو اللي بيكون باقي بقعد اعمل كده اعمل كده، وباخد من هنا واعمل كده. لوز باودر. وعايزاكم تقولولي حابين تشوفوا فيديوهات ايه الفترة اللي جاية. يعني في حاجة معينة عايزين تشوفوها، فلوج في مكان معين، منتج معين عايزين تجربوه. على فكرة يا جماعة البنات اللي كاتبيني عن حاجات انا مش ناسياها وكاتباها، علشان فكرت ان انا ممكن اجيب الحاجات دي كلها مرة واحدة واعملها في فيديو مع بعض، او كل حاجة لوحدها. انتوا ايه رأيكم؟ يعني كل اللي كانت بتكتب لي عايزة حاجة معينة اجرب لها حاجة معينة، اوريها ريفيو عن حاجة معينة علشان لما تيجي تشتريها. فكرت ان انا اجيبهم مع بعض، ولا زي ما احنا ما بنعمل في العادي فيديو عن كل حاجة. فاهمين قصدي؟ فانتوا برضو قولولي ايه رأيكم يعني. هحط البلاشر العسولة بتاعتي الجديدة بتاعت بريتي وومن. اكيد انا كلمتكم عنها يعني. ما شفتوش الفيديو لازم تروحوا تشوفوه بجد. كلمكم فيه عن فيديوهات آه كلمكم فيه عن ميك اب رخيص وحلو. كانت من ضمنهم البلاشر دي اللي انا اصلا انا انبهرت من البيجمنت بتاعتها. بصوا رهيبه ازاي، حلوه قوي قوي. كنت بفكر مرسمش حواجبي وعماله اقول لا خليني اعملهم، فخليني اعملهم. رسمتها رسمتها بره الكاميرا عشان الفيديو ما يطولش عن كده. حاسه ان الفيديو عمال يطول مني. فهحط ليب لاينر تاني. احط روج وجلوس طبعا. جلوس بحب احط جلوس قوي. بعد كده جلوس هيظبط العك اللي احنا عاملينه ده.
شايفين؟ فاكرين في اول فيديو انا كنت بقول لكم ان انا مش هحط ميك اب، مش هحط ميك اب كتير، هحط بس روج و مش فاكره قلت لكم روج وايه، لان انا اصلا حطيت ميك اب كامل، يعني حاسه ان انا حطيت كل حاجه. انا كنتش عايزه احط كده، بس حطوني قدام الكاميرا او حطوا مرايه قدامي عشان انا شايفه نفسي دلوقتي، وحطوا لي حبه ميك اب جنبي وقولوا لي ما تحطيش ميك اب من دول، حطي بس روج، حطي اي حاجه تانية، ماسكارا مثلا ولا اي حاجه تانية، هتلاقوني بحط من كل اللي موجود. برضو يعني هو مش ميك اب تقيل، انا يعني هو ميك اب خروجي عادي، بس انا مكنتش عايزه احط كل ده. ولكن تمام، احنا كده تمام برضو شكلنا عسول. هشوف انا هلبس ايه، لان انا مش ناويه انزل باللي انا لابساه دلوقتي ده. تعالوا نشوف هنلبس ايه. وخلاص جهزت شنطه ميونه. اهم حاجه، عارفين اهم حاجه ايه في الشنطه دي؟ اهم حاجه بجد دي اللي انا نسيت احطها، دي اهم حاجه في الشنطه دي كلها. خلوني احطها عشان ننزل. خلاص جهزت، انا خلاص كده انا جهزت ولبست الحاجات يعني اللي هنزل بيها وكده. المهم ان انا البازار ده، بص انا مش حاطه الهاند فري عشان كده هتلاقوا الفيديو دوشه. البازار ده طبعا اي بازار بيكون فيه كل حاجه، كل حاجه، اكسسوارات، لبس، شنط، ميك اب، برفيومز، سكين كيك، كل الحاجات دي المفروض يعني. بس البازار اللي انا رايحاه ده في ناس عامله حاجات لبس بيكونوا هم اللي مفصلينها وكده. فانا عشان كده بصراحه متحمسه للبازار ده اكتر من اي حاجه، لان انا بحب التفصيل جدا. يمكن دي حاجه انتوا متعرفوش عني، بس انا اللي مفصله السوت اللي انا لابساها دي، وده اللي خلاني ان انا هلبسها يعني. رايحه مكان في ناس مفصلين حاجات وكده، ودي حاجه حلوه قوي، انا بحب اي بنت بتفصل اي حاجه. فانا رحت بحاجه، او انا هروح بحاجه انا لابساها، علشان احس ان انا معاكم في البازار، وان انا جايب حاجه انا مفصلاها. مش عارفه هتبقوا فاهمين قصدي ولا لا، بس حسيت ان انا حابه قوي ان انا البس حاجه انا اللي عاملاها، يعني مش حاجه انا شاريها وكده. فالسوت دي انا اللي عاملاها، وفخوره قوي ان انا عرفت اعملها. وبس تعالوا اوريها لكم الاول في المرايه زي ما بنعمل كل مره. بصوا يا جماعه، اهي السوت اللي انا عاملاها، قولوا لي ان هي جامده، ان هي جامده جنبوده. فيلا بينا ننزل. بصوا هنا احنا كنا خلاص وصلنا. المكان كان اسمه ستيج، والمكان زي ما انتوا شايفين كان زحمة جدا، فكنت بصور بالعافية. كنت بوريه لكم من فوق عشان تشوفوا ان كمية الناس ما شاء الله كانت كتيرة جدا. اول حاجة بدأت لكم بيها، اكتر حاجة كانت عجبتني في المكان، يعني انا ده مش مصورة اول حاجة، بس حبيت ان انا اوريه لكم اول حاجة. دي كانت شنط بتتعمل هاند ميد، عليها الرسومات دي هاند ميد، حلوة جدا يعني. انا كانت عجباني قوي وصورت لكم منها كذا شكل. البنت اللي بتعملهم بترسمهم يعني وكده، فكانوا حلوين قوي، وصورت لكم الكارت بتاعها. تاني حاجة برضو الشنط دي هاند ميد، وعلى فكرة الماتيريال بتاعتهم حلوة جدا، وصورت لكم برضو الصفحة بتاعتها، فاشتروا منها على ضمانتي، لان انا شفت الحاجة على الطبيعة وبجد كانت حلوة جدا جدا. بعد كده صورت لكم الخواتم والاكسسوارات، يعني الفضة دي كان عندهم اشكال حلوة قوي قوي قوي. حسيت ان هم عندهم حاجات متنوعة، صغيرة كبيرة، كام حاجة كده، بس حسيت ان هم كبار على ايدي، ودول الوحيدين اللي كانوا عاجبيني يعني. وصورت لكم برضو الصفحة بتاعتهم. وهنا البنوتة دي كان عندها اكسسوارات ستانلس وصيني، بس حرفيا ما كنتش عارفة اصور، لان كان عندها ما شاء الله زحمة جدا جدا جدا، فصورت لكم بس حتة صغيرة من شغلها. كان عندها شغل كتير قوي يعني، حتى ما عرفتش من كتر ما الناس كانت واقفة كتير ان البيج بتاعتها اسمها ايه ولا اي حاجة. المهم هنا كنت برسم على وشي مع الأطفال، كان في أطفال بيرسموا، فقلت طب يعني ليه لأ أرسم معاهم وانبسط وكده. والبنت اللي رسمت لي برضو كانت عسولة قوي وحبيتها قوي، وكانت برضو عملت لي رسمة حلوة على وشي وكده. بعد ما خلصت رسم، عايزة اقول لكم ان معظم اللي في المكان سألوني علشان يرسموا زيي، كبار بقى وصغيرين كله يعني. وكان بالنسبة لي الرسم كان احسن حاجة في اليوم تقريبا يعني اللي هو اكتر حاجة بسطتني في اليوم كان الرسم. وطبعا اللبس هناك كان كتير جدا، بس كان زحمة قوي، وما عرفتش لدرجة ان انا ما عرفتش اصور لكم اللبس. بس كانت الحاجات شبه بعض شوية، فاللي هو ايه، حسيت ان انا ما كانش فيه تنوع. وهنا كنت بشوف الرسمة عليها، وكنت بقول لصاحبتي تحفة، كانت جامدة قوي، كانت عجباني قوي. هنا كنت بشيك عليها، وهنا كنت بشيك عليها تاني برضو. وكنت خلاص كنا قربنا نروح، كان اخر اليوم، كنا تعبانين قوي. روحنا تقريبا الساعة 10، وده كان اخر الفيديو. يا رب يكون عجبكم. باي باي.